31 أو يعني مراقب يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بداية كلامي أؤكد نحن اليوم في 26 من ذي القعدة لعام 34 و400، وشهر ذي القعدة هو من أشهر الله الحرم، وربنا قد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان عليه أن يعظم هذه الأشهر الحرم ويعظم فيها المحرمات، فلا يقرب المحرمات ويروض نفسه على الطاعة والابتعاد عن المعصية. فهذا ابتداء نقول هذا الشيء. أما أيام ذي الحجة ربما تبدأ السبت وربما يكون أولها الأحد، أيضا علينا أن نجتهد فيها غاية الاجتهاد. وما بعدها حتى تنتهي هذه الأشهر الله الحرم لابد أن نعتني بها، ومن أعظم ما يعتنى به وطلب العلم لله تعالى. ونحن بحمد الله الآن في مجلس مذاكرة للمجلس الثالث من مجالس شرح البيقونية. أتممنا بحمد الله تعالى شرح 4 أبيات، والآن نحن في البيت الخامس. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحديث الحسن هو الحديث الذي أدنى مرتبة من الصحيح. نحن حينما تحدثنا عن الحديث الصحيح ذكرنا 5 شروط: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العدل. الحديث الحسن هو الحديث الذي استوفى هذه الشروط 5 باستثناء الضبط، فبدل أن يكون الراوي تام الضبط فيكون هذا الراوي في أحد الرواة خفيف الضبط. يعني بعضهم يعرف يقول ما رواه من خف ضبطه عن الثقة إلى آخره من غير شذوذ ولا علة، يعني يكون في أحد الأسانيد راوي قد خف ضبطه وهو يسمى بالحسن لذاته. أما الحسن لغيره فهو الحديث الذي فيه في أحد رواته ضعف ثم توبع هذا الراوي فارتقى حديثه من الضعف إلى القوة. فقال هنا: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني هنا في بيت واحد عرف نوعي الحسن، فعرف الحسن لغيره وهو الحديث الذي في إسناده شيء لكنه قد توبع راويه خفيف الضبط براوي أقوى منه فتحول من الضعف إلى القوة. وفي الشطر الثاني قال: رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أيضا يدخل فيه الحديث إذا رواه خفيف الضبط عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تام الضبط هو الراوي الذي يضبط الأحاديث التي يرويها، هذا يسمى تام الضبط. خفيف الضبط الراوي الذي يخف ضبطه عن ثقة، يخطئ بنسبة 10% أو 8% أو 9% من الأحاديث. ولدينا أمثلة لهؤلاء. لدينا من ضمن الأمثلة لهؤلاء الرواة مثل عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة له أحاديث أخطأ في بعضها وهكذا. ولدينا مثل محمد بن عجلان أيضا أخطأ له أحاديث أخطأ في بعضها، لكن هؤلاء لم يكونوا نسبة الخطأ عندهم نسبة ضئيلة أمام الصواب الذي أصابوا بهم، فنزل ضبطهم من تمام الضبط إلى خفة الضبط. فهذا شيء. الشيء الآخر في هذه الباب نقول بأن الحديث الحسن هو الحديث الوسط فوق الضعيف ودون الصحيح، يرويه عدل قد خف ضبطه. ومعلوم بأن الرواة في الحفظ والإتقان يتفاوت، منهم من بلغ أعلى مراتب الضبط ومنهم من بلغ أدنى مراتب الضبط ومنهم الوسط. هو الراوي الوسط، يعني مثلا راوي لديه 90 حديث مثلا أو 80 حديث وغالبها يتابع فيها ويخطئ في بعض الأحاديث، فلو فرضنا يروي حديث لا نجد له متابعا ولا مخالفا هذا يسمى من الحسن. يعني احنا عندنا 100 حديث أخطأ في 9 وأصاب في 85 توبع عليها، ما توبع عليه من صحيح حديثه، ما خولف فيه من ضعيف حديثه، ما لم نجد له متابعا ولا مخالفا، نأتي على هذه الأحاديث ننظر إلى نسبة الصواب، تكون نسبة الصواب عنده عالية جدا، فهذه نضيفها إلى الصواب ولا نضيفها إلى نسبة الخطأ.
فتسمى بالأحاديث الحسان. فأهل العلم يقبلون من كان هكذا، شريطة أن لا يكون الحديث الذي رواه منكر. عندنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي روى أحاديث أخطأ فيها. روى حديث هو يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته. هذا الحديث ضعيف، نص أهل العلم على أنه قد أخطأ فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. ولدينا أحاديث أخرى قد توبع عليه، من حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث توبع عليه، تابعه جماعة من الرواة عن أبي سلمة، وتابعه جماعة من الرواة رواه الحديث عن أبي هريرة. فمحمد بن عمرو له أحاديث كثيرة يصيب فيها، وله أحاديث يسيرة أخطأ فيها. ما وجدنا له متابع فهو من صحيح حديثه، ما وجدنا له مخالفا فهو من ضعيف حديثه. ما لم نجد له متابع ولا مخالف، ننظر هل نضيفها إلى نسبة الصواب أو إلى نسبة الخطأ. لا شك إذا كانت نسبة الصواب كثيرة لابد أن نضيف الأحاديث الأخرى التي لا نجد له متابعا ولا مخالفا إلى تلك الأحاديث الصحيحة، تسمى بالأحاديث الحسن. إذن الحديث حسن نوعان: النوع الأول ما يرويه من خف ضبطه يسيرا فيسمى حديث الحسن، ويسمى الحسن لذاته. والنوع الثاني هو الحديث الذي في إسناده ضعف، كأن يكون لدينا راوي في حفظه شيء، مثل إسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء. لو فرضنا يروي حديث ويتابع عليه يزول هذا الضعف الذي في حفظه ويرتقي حديثه من الضعف إلى الحسن وهكذا. ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر وهو الضعيف وهو أقساما كثر. لما عرف الصحيح ما اتصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذ ولا معلق. ثم عرف الحديث الحسن وهو ما رواه الراوي الذي خف ضبطه عن الثقة إلى منتهاه. وصار لما تكلمنا عن الصحيح وقلنا الصحيح نوعان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن الحسن لذاته والحسن لغيره. فبعد أن صارت لدينا أقسام نقول 4: صحيح لذاته وهو أعلاها، صحيح لغيره وهو يأتي تبعا له، حسن لذاته مرتبة ثالثة، حسن لغيره المرتبة الرابعة. أتى على نوع آخر وهو دون الحسن ما لم يبلغ مرتبة الحسن، يسمى بالضعيف. كل حديث لم يصل إلى مرتبة الحسن فهو ضعيف. ولا نقول بأن الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الصحيح والحسن، لأنه إذا لم يبلغ مرتبة الحسن وهو من باب أولى لم يبلغ مرتبة الصحيح، لأن الحسن دون الصحيح. والقاعدة لدينا أن التعاريف تصان عن الإسهال، فنقول كل ما لم يبلغ مرتبة الحسن فهو ضعيف. شروط صحة الاتصال: العدالة، الضبط، عدم شذوذ، عدم علة. إذا ذهب الاتصال فحديث ضعيف، إذا ذهبت العدالة حديث ضعيف، إذا ذهب الضبط حديث ضعيف، إذا كان الحديث شاذا فهو ضعيف، إذا كان الحديث معلولا فهو ضعيف. فقال هنا: وكل ما عن رتبة الحسن الحسن قصر فهو الضعيف. هذا يسمى ضعيف، وهو أقساما كثر. يعني هذا الحديث الضعيف هو أقسام عديدة جدا. يعني لو فرضنا أول شرط الاتصال، إذا كان الحديث غير متصل قد يكون معلق، قد يكون مرسل، وقد يكون منقل، وقد يكون معضل، وقد يكون فيه إرسال خفي، وقد يكون فيه تدليس. هذه كلها مما يسمى من أنواع الضعيف لأن فقط شرط الاتصال. إذا كان الراوي كذاب أو الراوي مبتدع أو الراوي متهم بالكذب، هذا يكون الحديث إذا ذهب شرط العدالة. إذا كان الحديث مثلا سيء الحفظ أو كثير الغلط أو مغفل أو لا يبالي بالسماع، هذا أيضا خلل في قضية الضبط. إذا كان شذوذ في المتن أو شذوذ في الإسناد أو إعلال في المتن أو إعلال في الإسناد، وهكذا. فهو أقسام عديدة جدا على حسب ذهاب الشروط. فلما انتهى من الصحيح والحسن والضعيف وبين هذا الشيء، بدأ هنا يبين أنواع المتون. يعني هو هنا تحدث المؤلف يرحمه الله تعالى، تحدث عن أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف، وبدأ الآن يتحدث عن أقسام الحديث من حيث نسبته إلى قائله. فهذا فيه المرفوع، وهذا فيه المرقوص، وهذا فيه المقطوع. فبقى قال: وما أضيف للنبي المرفوع.
الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ينسب إلى النبي يسمى مرفوع، وسمي مرفوع لرفعته، فهذا مقام رفيع لما كنت عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الله قد أمرنا بطاعة منه، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فحديث النبي يحترمها المسلم ويحبها المسلم ويسعى لها ويحرص بخدمتها، فسميت الأحاديث النبوية مرفوعة لرفعتها وعظيم منزلتها ومكانتها. وما لتابع هو المقطوع، عندما نسب إلى التابع من قوله يسمى مقطوع. الحسن البصري تابعي، لما يقول الحسن البصري يا ابن آدم ما أنت إلا أيام مجموعة إذا ذهب بعضك ذهب كله، فهذا يسمى مقطوع، سمي مقطوع لأنه قطع عن الرفعة. ولدينا مثل قول مجاهد قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هذا قول مجاهد، وهكذا. فقول التابع يسمى مقطوع، وقول الصحابي يسمى موقوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. ثم قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يرد. اللهم صل على سيدنا. المسند هو الحديث، يعني الحديث المسند الذي له إسناد هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول هذا حديث المسند نريد في هذا قضيتان، أنه مرفوع إلى النبي، والقضية الأخرى أنه متصل وليس بمنقطع. فلما نقول هذا مسند نقصد بالمسند أنه الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إسناده متصل ليس بمنقطع. أحيانا قال المسند، يعني شيخنا صبح السامرائي رحمه الله حينما نقول شيخنا المسند صبح السامرائي، هذا نسميه مسند اسم فاعل، باعتبار أنه يسند الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مسندا. أما المسند فهو الحديث الذي يرفع إلى النبي ويكون إسناده متصل. وتطلق كلمة مسند على الكتاب الذي ألف ورتب على مسانيد الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، هو الكتاب الذي تفرد فيه أحاديث كل صحابي على حدة. والمسانيد كثيرة، لدينا أكثر من 83 مسندا في تراث هذه الأمة المجيدة. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. لما يقال هذا متصل، المتصل هو ضد المنقطع. المتصل هو ما رواه، هو الحديث الذي يسمعه الراوي عن شيخه، ما يرويه الراوي عن شيخه يسمى بالمتصل. لما أتينا بحيث إنما الأعمال بالنيات، ويروي البخاري عن الحميدي، والحميدي عن سفيان، وسفيان عن يحيى، ويحيى عن محمد، ومحمد عن علقمة، وعن علقمة عن عمر، وعمر عن النبي، كلهم رواه بالسمع. يعني أول حديث في صحيح البخاري ساقه بالسمع، كل فيه السمع، هذا هو سبب اختياره، فهذا يسمى متصل، وهو الحديث الذي يسمعه الراوي من شيخه وشيخه يسمعه من شيخه، يسمى بالمتصل. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. المصطفى صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله لرسالته، ومن ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله قد يصطفي من الملائكة رسل كما اصطفى جبرائيل، ويصطفي أيضا من الأنبياء. وربنا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا من اختصاص الله بالمؤمن أن الله سبحانه وتعالى يجعله يحمل إرث النبوة. يعني الآن نحن حينما نطلب العلم من ضمن أسباب طلبنا العلم حتى نحمل إرث النبوة، ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني أنت الآن لما يشوف اسم المصطفى ويتخيل في بالك أن الله قد اصطفاه وأن الله قد أنعم عليه بالنعمة. أيضا نحن كيف نحصل على هذه النعمة؟ نقول نحمل إرث النبي ونتعلمه وندافع عنه وننشره ونعمل به. ربنا قال ثم أورثنا الكتاب، وهذا يشمل الكتاب القرآن ويشمل أيضا السنة، باعتبار أن السنة هي شارحة وخادمة للكتاب. فقال وما يسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا يسمى بالمتصل. ثم قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. فهذا الحديث المسلسل هو الذي يتسلسل الحديث على صفة معينة. يعني في درس البخاري في الدرس الماضي روى البخاري حديث مسلسل بالفقهاء من أوله إلى آخره، فقد يتسلسل بالفقهاء، قد يتسلسل بالمحدثين، قد يتسلسل بالقراء،
قد يتسلسل الحديث بالثقات، قد يتسلسل بصيغة إخبار، قد يتسلسل بالسماع، مثل إنما الأعمال بالنيات أول حديث في صحيح البخاري مسلسل بالسماع من أوله إلى آخره، سماع ليس فيه عنعنة ولا أنا ولا نحوها. فالحديث قد يتسلسل بقول إني أحبك، قد يتسلسل في أن الإنسان يمسك لحيته يقول أخذ بلحيته، وهكذا. لماذا يدرس العلماء المسلسل؟ المسلسل يدرسونه باعتبار أنه يعني نستفيد أن الراوي قد ضبط الحديث وقد ضبط صفة أو هيئة أو قضية، هذا هو ذكر المسلسل. ولما تجتمع أشياء فنية في الحديث الواحد تكون القضية في غاية الجمال، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لما يتسلسل بالسماع، أو يتسلسل السند عراقي. أحيانا في صحيح البخاري يأتينا سند عراقي من أوله إلى آخره، أو يأتينا سند بصري من أوله إلى آخره، أو سند كوفي من أوله إلى آخره، وهكذا. فقال مسلسل قل ما على وصف على وصف أو على نوعية، مثل أما والله أنبأني كذا، لو كل إنسان قال أما والله أنبأني كذا. قال كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم، يكون على صفة أو على هيئة أو على عمل. ومثل لا تدع دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لما تسلسل هذا بجميع مراحل السند في هذه القضية. يأتينا العزيز بإذن الله هذا في الدرس القادم بإذن الله. وما دمنا نتوقف في هذا الدرس هذا الحديث المسلسل، يعني بإذن الله تعالى يعني آتي بالسند المسلسل ونقرأه عن شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نجيز الأخوة بالسماع فيه، ونجيزهم بالمسلسل بالأولية أيضا. نقرأ المسلسل بالأولية، ونقرأ الحديث المسلسل، ونقرأ أيضا بإذن الله تعالى أول حديث في صحيح البخاري، حتى نجيز الأخوة السامعين بإذن الله تعالى. أكرر وصيتي لنفسي ولإخواني أن نغتنم العمر وأن نغتنم الفرص، وأقول بأن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر. والله لما جعل من السنة 4 أشهر سماها حرما علينا أن نعظم فيها حرمات الله، وأن نعظمها بالتوبة والإخلاص والجد في طلب العلم، لا سيما نحن في هذا البلد الذي أصبحت فيه الحرب على السنة وأهل السنة. وهذا البلد هو بلد السنة، هو بلد الحديث. الآن البصرة أصبح التهجير في غاية الشدة على أهل السنة والجماعة، ونجد علماء السنة غالبهم حتى الإمام أحمد وإن كان ولد في بغداد إلا أن أصله من البصرة، وغيره من الأئمة الكبار. وأيضا نحن واجبنا في هذه الأيام أن نجد في طلب العلم، وأن نرفع راية الحديث، وأن نرفع راية العلم، وأن نتواصل مع إخواننا ونتذاكر حتى نعيد أمجاد البلد على ما كان عليه، ونفعلها لأنفسنا ولأجيالنا، وأيضا وفاء مع العلماء الأوائل الذين وصلوا لنا علم السلف ووصلوا لنا علم الكتاب والسنة وهكذا. يعني أكرر أن الإنسان يغتنم هذه الأيام من الليالي ولا يضيع منها شيء ويعدها عدا. أما العشر من ذي الحجة فنأمل أن نجتهد غاية الاجتهاد فيها في التوبة والعبادة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على العمل الصالح فيها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر لكم جميعا، لا سيما أخونا الحبيب الغالي الشيخ عبد القادر الحنبلي وجميع الأخوة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.